ازيكم يا وزاويز، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل شويه كابوريا حلوين كده بالخلطه، وغسلينها ومنضفينها. وهنا انا عملت بصلايه ومعلقه، حمرتها ومعلقه صلصه، وحطيت التوابل بتاعتها. ومعايا هنا حزمه شويه كزبره على شويه شبت. هنسيبهم كده اهو واحنا غاسلين الكابوريا ومسكرينها. بسم الله. انا عايزاها كده عشان تتشرب من ميه الكابوريا. هنشوف بقى الكابوريا دي مليانه ولا لسه، بس يعني ما شاء الله هي صغيره بس حلوه يعني هيبان. انا مش عايزه افتح الظهريه بتاعتها عشان البطاريه بتاعتها ما تروحش كده، وانما بشوربه الصلصه يعني. والصلصه دي احنا هنعمل شويه الرز شويه رز ابيض، عشان احنا بناخد من الصلصه بتاعت الكابوريا وبنحط على الرز يعني وكده. وهنحط عليهم نص ليمونه دلوقتي وشويه كمون عشان الكابوريا تحب الكمون والليمون. وهنسيبها تغلى مع نفسها بقى كده شويه وتاكل مع نفسها لحد ما تستوي ونغرفها. وهنا معانا كوبايتين رز حطينا عليهم شويه ملح وشويه حبهان. كوبايتين رز او كوبايه ونص رز كده. ومسخنين الميه، اهم حاجه الميه تبقى سخنه. بسم الله. بس هنسيبه بقى يتشرب مع بعضيه، وبعد ما بيخلص سوا بنقلبوش، بنحط عليه حته سمنه بلدي وبنسيبه مع نفسه، نوطي عليه خالص. ارجع لكم تاني. الكابوريا كده قلبناها مع بعضينا اهي، خدناها تنطيطه كده بننططها بالحله، وهنسيبها بقى لسه تكمل سوا من الناحيه التانيه، وهنغرب ونشوف. الكابوريا كده خلصت معانا اهي، ودي بقى البهاريز بتاعتها. واحنا كنا جايبين كده سمكتين بوري بس صغيرين، لان احنا صورناها قبل كده مع بعضنا. طحينه والليمون بتاعنا الحلو والجرجير المسكر، واحلى كابوريا النهارده. الكابوريا دي على فكره يا جماعه احنا بنقلع لها، يعني بنبقى لها حمالات، بنبقى لها قط كده عشان نعرف ناكل ونظبط في الاكل. من هنا والشفا على اللي ياكلوا. اتفضلوا معانا ورب الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو تاني جديد ان شاء الله. السلام عليكم.